السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معاكم نعمة الصديق. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض ورقة اللحمة. هنعملها بطريقة بسيطة وسهلة، هو طبق تحفة جدا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، نسمي الله ونصلي على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هنبقى معانا لحمة. طبعا اللحمة دي لحمة بفتيك. طبعا انتوا ممكن تستخدموا اي لحمة بس تقطعوها شرايح رفيعة، يعني مش لازم تبقى رفيعة قوي كده. ومعايا البهارات بقى السبع بهارات وبابريكا وفلفل وورق لوري وروزماري واي بهارات انتوا تحبوها يعني. ومعايا بصل وعصير طماطم وبطاطس مكعبات، وكمان معايا كيسين من البسلة بالجزر. هنجيب طاسة بقى على النار ونحط فيها اي مادة دهنية برضو انتي بتستخدميها، وهنبدأ ندي للحمة صدمة. طبعا انت تقدروا تستخدموا الخضار فريش، يعني انا عشان ما كانش عندي بس فاستسهلت. واللحمة برضو هي كده هتعتبر ايه استوت 90%، يعني لما اديها الصدمة دي. لو اللحمة بقى متقطعة اتخن شوية فبتاخد وقت بقى في الفرن شوية. دي نص ساعة واستوت. المهم ان انا بديها صدمة على الوشين علشان خاطر تحبس المية اللي فيها يعني. وبعد كده بقى هعملها كلها بنفس الشكل ده. وبعد كده هحمر نص كمية البصل في السمنة بتاعتي. اصلا طريقة الوصفة بتاعتنا النهاردة دي سهلة جدا جدا وسريعة، وكمان منجزة يعني. وطعمها بيبقى تحفة جدا. كمان ممكن ان احنا نحط فحماية كده على النار، وبعد ما تخلص نحطها فيها تديلنا زي كفتة يعني. برضو ممكن نعملها كده. آه، كده خلاص انا بقى بحمر بقية كمية اللحمة بتاعتي على الوشين عشان خاطر تحبس ميتها. متاخدش مني اي وقت على فكرة، سريعة جدا جدا. زي ما انتوا شايفين انا خلصت الكمية بقى كلها، وابدأ احط البصل بتاعي. طبعا برضو ما بكتر البصل برضو بيبقى حلو، لان البصل بيديها طعم حلو جدا. كده خلاص. ابدأ بقى احط البصل ياخد كده ايه لون، مش ياخد لون يعني. برضو اقلبه شوية كده ياخد طعم اللحمة نفسها اللي اتقلت فيه الطاسة. بعد كده بجيب صينية بقى وبجيب ورق فويل. طبعا عشان انا هحط كل ده في الورق الفويل بتاعي. واجيب صينية، واجيب كمان معايا ورق زبدة احطه فوق ورق الفويل ده، عشان طبعا انتوا عارفين ان ورق الفويل بيبقى خطر يعني منه للاكل على طول، فلازم نحط ورقة زبدة. وهنحط كل كمية الخضار بتاعتي. البسلة بالجزر بالبطاطس كل الحاجات اللي عندي. واحط ملح طبعا عشان انا ما حطيتش ملح عشان اللحمة تستوي بسرعة يعني. في المرحلة دي بقى هبدأ احط الملح واحط البهارات كلها واحط البسلة بالجزر، واقلب كل الحاجات بتاعتي دي على بعضها. كويس جدا. واحط كمية البصل اللي انا كنت سبتها على جنب كده. دي بتدي تعسيلة كده في الاكل وبتديها طعم حلو. وبعد كده هحط كمان الطماطم بتاعتي، او احط اللحمة الاول وبعدين احط فيها الطماطم. لو عايزين العكس برضو بتبقى حلوة عشان اللحمة تبقى تنشف شوية، يعني بدل ما تبقى الطماطم هتطريها. انا حطيتها وحطيت فوقها الطماطم، ولو حصل العكس برضو بيبقى حلو.
بس بعد كده هنحط الطماطم ونقفل على الوصفة بتاعتنا. وبنحطها، ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، بنقفل عليها كلها وكده تبقى خلصنا. يعني شوفوا لو جينا نعملها في يوم يبقى عندنا كل الادوات ونعملها، مش هتاخد حاجة ويبقى عملنا غدا بسرعة الصاروخ يعني. نعمل جنبه بقى حلة رز صغيرة كده، وكده يبقى الغدا تمام قوي من غير اي مجهود. وما استخدمناش غير طاسة واحدة يعني عشان نعمل كل الخضار واللحمة دي. ما بتاخدش يعني ادوات كتير. بس كده هنقفل عليها بقى ونحطها في الفرن عشان تسوي نفسها، متاخدش وقت خالص. ونشوفها بعد نص ساعة من التسوية، بتطلع تحفة جدا وريحتها بقى بتبقى قلب البيت كله. كده خلاص هي تعتبر خلصت. هنبدأ نطلع بقى ونوريكم قد ايه اللحمة بتبقى مستوية جدا، ولو هي اضخم من كده برضو كمان بتبقى مستوية جدا وطعمها كأنها مشوية يعني. بصوا دخلت على طول ازاي ومستوية تحفة يعني، والخضار كمان مستوي. وده شكل طبقنا في الاخر. ارجو ان وصفة النهاردة تكون عجبتكم. متنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب والشير وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.